وصدق الإخلاص مع الله والعمل للآخرة. فلنكن كذلك يا معشر طلبة العلم حفظكم الله. الله بتقوى الله عز وجل، ولا سيما من يحمل هذه الهواتف وعنده ضعف الإيمان وقلة التقى. إن كنت تعلم من نفسك أنك ضعيف الإيمان قليل التقى قليل المراقبة، لا تقتني هذه الأمور، ارمي بها وخذ بديلا عنها. هذه الهواتف الصغيرة التي معنا ما فيها شيء، للاتصال والجواب فقط، الاتصال والجواب فقط. نشاهد كثير من شبابنا وخاصة في الليل من بعد العشاء وغيره على الشوارع بجوار البيوت والمحلات هكذا، السلام عليكم السلام عليكم، كأنه لم يكن موجود، ما يسمع، منهمك عقلا وحسا ودما ولحما مع هذا البرنامج أو مع هذه القصة أو مع هذا الفيلم أو مع هذه الصورة. يا عبد الله اتق الله. كم من الأدلة الكثيرة المتكاثرة في تحريم الصور، في النظر إلى ما حرم الله، في كثيرة جدا، وأنتم تعلمون ذلك لا تجهلون. فليحمل الآباء ولاة الأمور القسط الأكبر من الإثم في هذا الباب. لماذا؟ لأن بعضهم ربما يبلغ الولد 8 سنوات إلى 9 إلى أقل وأكثر، وقال أريد أشجع الولد، اختبر في 5 أجزاء في 10 أجزاء، صار من الناجحين في الصف 7 والثامن والعاشر، سأعطيه جائزة. ما هي الجائزة لهذا الولد الصغير؟ هاتف لمس آخر صعقة. أنت ألقيت بولدك إلى خط جهنم، رميت به في الخط الرئيسي وتركته. ولد طائش صغير يحب الاستطلاع لكل شيء. كيف لو صاحب رفقاء سوء ممن يدلوه على الشر ويدلوه على القنوات ويدلوه على البرامج ويدلوه على الشرور العظيمة، خلاص بعد أيام وإن كان من حفظ القرآن ينسلخ ويصبح بارك الله فيه كأن لم يكن طالب علم. هذه الهواتف أفسدت علينا كثير من طلاب العلم ممن كانوا يحفظون القرآن وكثير من المتون، وكنا نأمل بهم أن يكونوا من خير الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، فأفسدتهم هذه الهواتف. فيا معشر الآباء عيدوا النظر في هذه الجوائز العصرية، أعطيه جائزة مناسبة له، أعطيه جائزة لا تضر به، أعطيه جائزة لا تقوده إلى الشر، شجعه في أي شيء، ما نمنعك من ذلك. أما تعطيه هذه الأمور وتتركه هملا، أنت مشغول في حياتك وهو مشغول مع البرامج الجديدة والمقاطع الجديدة والأفلام والأصحاب والأصدقاء والأحباب، وبسم الله من شر إلى شر. فنسأل الله عز وجل السلامة والعافية. لا نظن أننا في سلامة، لا بد أن لنا قسط معاشر الآباء والأمهات. فنسأل الله عز وجل اللطف والسلامة والعافية والثبات. فحذاري من هذه الشرور التي عمت وطمت بلاؤها مع الصغار والكبار، رجال ونساء، فحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم بعضهم شيبان قد شابت لحيته طيب ورأسه، فيقتدي في آخر حياته هذه الهواتف، وبسم الله ويحب أن يستطلع على هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى هذا إلى آخره. طيب وكذلك النساء نفس الموضوع. طيب
ومغازلات وعشق وحب ومواعيد، فلا حول ولا قوة إلا بالله.